رقم ليس بالهين. 112 مليار دولار احتياط العراق من النقد الأجنبي وفق بيانات البنك المركزي، شاغلا به المرتبة الثالثة عربيا كواحد من أعلى الاحتياطات في المنطقة، مانحا للبلد هامش أمان كبيرا رغم التحديات. العراق ثالث عربيا بعد الإمارات والسعودية، حقيقة يعطي زخم قوي جدا في الاقتصاديات العالمية والعربية، من حيث ثقة المستثمر، ثقة المجتمع الدولي، الثقة بالبنك المركزي على التأديات المالية لكل الحاجات والمتطلبات في العراق. الاحتياط الأجنبي يعد واحدا من أهم المؤشرات الاقتصادية، كونه يعكس قدرة الدولة على مواجهة الصدمات المالية ويدعم العملة المحلية، بيد أن تكثيف الجهود صوب استثمار هذا الاحتياطي بتدعيم الاقتصاد ضرورة وفق المختصين. العملة الحرة عندنا تقريبا 132 مليار دولار، والذهب 165.5 طن. الاستثمار في سندات الخزينة المركزية الأمريكية 43 مليار دولار. ما هو موجود على أرض الواقع كنقلة وفرصة اقتصادية لا يخلو أيضا من التحديات، فتقلب أسعار النفط المغذي الأساسي لهذا الاحتياط الأجنبي من شأنه أن يتعرض للانخفاض إن هبط سعر البرميل. ربما لن تكون مفاجأة لو عزز هذا الاحتياطي النقدي الأجنبي بصناعات ومرتكزات أخرى. العراق سيقف بلا أدنى شك متربعا في المرتبة الأولى، فما حققه النفط المنقذ للعراقيين هو هبة من السماء، والحاجة الملحة في زمن الانحسار الداخلي هي تعظيم الموارد وتدعيم الاقتصاد واستثمار العقول حسب وصف المراقبين. شروق الغانم، بغداد، العراقية الإخبارية.